هذا السجل الاجتماعي كيبدا معاك من شنو عندك. بالمقابل فاش نقول لك حكومه ديال ارستقراطيه كتهلا في راسها، ولكن الكارثه الكبيره هي ان الطبقه المسحوقه غير التعليم، لان كاين داكشي ديال التعاقد دوك 20,000. مع الاسف ان يجب ان نعلم شيئا مهما، كل السياسات الاجتماعيه التي خطت للمغاربه كانت في الحكومه ديال عبد الله ابراهيم. من 61 الى الان تخلت الحكومات المتتاليه او الدوله المغربيه على كل ما هو اجتماعي بالتدرج الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. يعني هذا مسلسل طبعا مسلسل غير عادي. واخا سي عزيز، قبل ما نمشيو لهذا الشيء عدد من القضايا، هاد الصور هذه كذلك الناس الزحامات على هذا السجل الاجتماعي، شوف الزحامات كيفاش كاين في المقاطعات كيفاش كتفسر هذا الزحام هذا بهذه الطريقه هذه؟ اظن عاوتاني هذا بحال داك الشيء ديال النساء اللي شفنا في بلقصيري، هذه معممه على كاع على الاقل الجهه ديال الرباط اللي بدا فيها السجل الاجتماعي. علاش؟ لان كيكذبوا على الناس. مع الاسف عندنا حكومه كتكذب. هذا التسجيل شي يقولوا للناس، تيقول لهم اجيو تسجلوا، غادي تبقاو تاخذوا الدعم ديال 1000 درهم، ولا غتاخذوا الدعم باش نعطيوكم الديور. مجموعه ديال الناس اللي كتلاقاهم هادو اللي واقفين في الصف كتسولهم، تيقول لك جيت نتسجل باش ناخذ 1000 درهم في الشهر، او لا كيقول لك جيت نتسجل لان كيفرقوا الديور. وهذا فقط كذوب ووهم كيبيعوه للمغاربه. كاين لا ديور، كاين لا ديور 1000 درهم. اللي كاين هنا كاين الدوله من بعد يمكن نهضروا في لي بليز دو ديتاي ديال السجل الاجتماعي، لان السجل الاجتماعي هذا من احدى الاملاءات ديال البنك الدولي. وبين قوسين يلاه الاسبوع اللي فات مشاو ممثلي البنك الدولي من المغرب، وكانت التوصيه ديالهم كانت واضحه، التخلي على ما هو اجتماعي واتجاه الذهاب الى التقشف. هذا السجل الاجتماعي ولا هذا شنو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هي نحاولوا ما امكن نحصروا العدد ديال الفقراء في المغرب باش غادي نعطيهم واحد الدعم مادي. هذا الدعم المالي شنو هو؟ هي في 2023 غنعطيهم 400 درهم، في 2024 غنعطيهم 600 درهم، وفي 2025 800 درهم، وفي 26 غادي نلحقوا 1000 درهم لبعض الحالات فقط، ماشي لكل شيء. باش تستافد من هذا الدعم خصك تكون بصح ما عندك والو. وهذه التجربه ديال السجل الاجتماعي ماشي فقط المغرب بوحدو اللي فيها، دارت في مجموعه من الدول، دارت في الشيلي، دارت في اندونيسيا، ودارت في الطوغو. المشكله اللي كاينه انها تفقر الناس، لان فاش كيصاوبوا لك هذا السجل الاجتماعي كيبدا معاك من شنو عندك، كيحسب لك حتى الروبينيات اللي عندك في الدار، واش ولادك كينعسوا في بيت واحد ولا كينعسوا كل واحد في بيت، واش عندك الدص ولا عندك الرمل في الدار، وكيبقى يحيد 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 باش غيلقى واحد الفئه صغيره اللي غيعطيها الدعم ديال 400 درهم ويقول لي دبر راسك عيش بها كما بغيتي. ثانيا هاد لا بوليتيك دو سيبلاج اللي دابا الحكومه كتهضر، الدراسات اللي دارت على الصعيد الدولي عندك 40% ديال الساكنه الفقراء كيتم الاقصاء ديالهم، لان صعيب انك تحصر بالفعل العدد ديال الفقراء. ثانيا ما محتاجينش الاحصاء. في الاحداث فاش جات الجائحه ديال كورونا لقينا تقريبا 26 مليون ديال المغاربه اللي كيقلبوا على الدعم. اذا عندنا 26 مليون ديال المغاربه فقراء. ثانيا فاش كنهضر على الدعم ديال 400 درهم، اشنو كتمثل 400 درهم بالنسبه للعائله فيها جوج الناس ولا ثلاثه ديال الناس مده شهر كامل؟ بالمقابل غادي نحيد الدعم على بزاف ديال الحوايج. اذا هاد الصور لا الفيديو ولا الصور كنظن باللي يمكن نقولوا هما العناوين الكبرى ديال المغرب، مغرب الفقراء كامل للاسف. كنهضروا ديك الفيديو ما كاينش في سوريا اللي فيها الحرب، ما كاينش في ليبيا اللي ما فيهاش الدوله، ما كاينش في اليمن اللي ما عرف كي داير الوضع، ان الناس تتقاتل باش تمشي تخدم 4 شهور في اسبانيا وترجع في شروط مذله. ولكن هذا الخطاب ديال السياده وبعض عباد الله ملي كتهضر تيهاجموك بموازاه هذا الشيء كتبان انت بحال اللي وقيله راك عا كظلم. وها ملي كتجي هاد المشاهد دابا كنظن باللي الصور كافيه باش تعبر على هذا الشيء، باش تعبر على هذا الشيء. واخا سي عزيز هذا كينقلنا لهذا الموضوع اليوم، هذه الايام الناس كلشي كيناقش هذا القانون ديال الماليه. هذا القانون ديال الماليه بعدا بشكل اكيد نتوما طالعتوا عليه، شنو هي شنو سجلتوا يعني النقط الاساسيه على قانون الماليه؟ النقط الاساسيه على قانون الماليه غادي ناخذوه كذلك في 3 ديال النقط. النقطه الاولى هي المرتكزات، النقطه الثانيه هي المداخل ديال الدوله، والنقطه الثالثه هي المصروف. اذا هذوما 3 باش كيبان لك الدوله. والقانون الماليه علاش عنده اهميه خاصه؟ لانه هو الترجمه ديال السياسه، لما كما تيقولوا الفلوس هي العصب ديال الحياه بشكل كبير جدا. لما كانش اذا اي دوله فاش كدير شي برنامج كيبان لك فين غادا. فيما يتعلق بالمرتكزات وهنا الدوله كتكذب مره اخرى، الحكومه كتكذب على المغاربه. لان ناخذ مثال بسيط، ان في المرتكزات قانون الماليه تيقول لك في المجال الفلاحي المغرب سنه 2023 غادي يدير 75 مليون قنطار ديال الزرع.
بلاش والله سولهم هم اللي غيجيبوها. المهم في قانون الماليه دايرين المغرب غيجيب 75 مليون قنطار ديال الزرع. يقدر يكون شي زرع كينوض بلا شتا وقيله بلا ما بلا ولا ما نعرف زارعينه في البومبات ليسانس ولا ما عرف شي حاجه غادي 75 مليون. اذا انت منين جبتي هذا الرقم؟ انت ما عندكش هذا الشيء. من بعد نرجعوا للحلول وكيفاش يمكن نعتقوا هذه التخربيقه هذه. اذا هذا المرتكز غير ثابت. المرتكز الثاني الغير ثابت هو الثمن ديال البترول. حاسبين على 70 75 حتى 80 دولار. المتغيرات ديال الحرب ديال اوكرانيا يمكن يفوت. اذا المرتكز الثاني ما صحاش. علاش؟ المرتكز الثالث هي تيقول لك ان المغرب غيدير نسبه النمو ديال 4.2 اللي فاش كتهضر مع المختصين تيقول لك واش انت عايش في المغرب ولا فين عايش؟ كنظن في الشتاء ما كايناش ومنين يوصل هذا 4 في من غير الشتاء معروفه من بعد الجائحه ديال كورونا كانت معروفه ان الاقتصاد المغربي غيطيح وغيدير ان بلاطو وعادي يعاود يطلع. حنا باقيين في البلاطو. يعني هذا العام درنا 0.8 هما تيكذبوا على الناس تيقولوا 2.3 هي باقي كيقول لك 0.8 هي اللي كاينه. هما تيقول لك 2 وكيبداو يكذبوا على الناس. 0.8 هي اللي كاينه. اذا ب 0.8 غنبقاو في 1.2 ونبقاو غاديين باش نلحقوا المستوى ديال 2019 يعني قبل من كورونا حتى ل 2029. مع الاشاره عزيز وهذه مهمه اشاره للمشاهدين الكرام هو 0.8 بقات ورانا غير السودان. اليمن فيها حرب اهليه نسبه النمو احسن منا وليبيا والدول كتبان ان الوضعيه. اذا هذو المرتكزات هشه. نجي للنقطه الثانيه المداخيل. المداخيل ديال وهي ندوزو القانون الماليه ان اهم المداخيل اللي مرتكزه عليها هي التيفيا. مع العلم ان التيفيا اللي كيخلصوا الفقراء تيخلص كلشي كتلقى التيفيا هي المصدر الاساسي ديال الميزانيه اسعار في حين ان الثروات ديال البلاد ما داخلاش بشكل كبير. مثلا لو سي بي المساهمه ديالو هذا في 2023 يلا 10 المليار ديال الدرهم في حين على انه الارباح اللي دار في 6 شهور الاولى ديال 22 كانت 80% اكثر. اذا شنو هي 10 المليار بالحسابات زعما بشكل دقيق؟ لو سي بي خصو يساهم ب 25 مليار ديال الدرهم. 15 مليار درهم ما ساهمش فيها. خصهم يقولوا لنا فينا هي. هذا 15 مليار علاش ما دخلش للميزانيه ديال البلاد. نقطه اخرى كذلك في الضرائب اللي كيهضروا عليها ان المتغير غير واحد النقطه اساسيه ان القانون الماليه ديال 23 غادي يحكم على المغرب حتى ل 2025 راه ماشي 23 24 25 لان دابا التغيير في الميزانيات ولا تيديروا واحد البرولونجمون ديال 3 زون. اذا اهم اللي جا في الضرائب كاينه هذه النقطه. النقطه الثانيه مرتبطه ان الضرائب في لي زون داكسيليراسيون اندستريال ولا لوفشورين غادي يبقاو يزادوا باش يلحقوا من 20%. بمعنى ان فاش غادي نلحقوا ل 20% في 2025 مجموعه ديال الشركات اللي كاينه في لوفشورين غيمشيو في حالهم. علاش؟ لان هما الان مستافدين من الضرائب اقل. فاش انت كتزيد في الضريبه غيرجع في حالته الاوروبا علاش غادي يبقى عندك. اذا واحد الالاف ديال العمال مهددين انهم يتسرحوا في 2026 ما يبقاوش خدامين لان فاش كتزيد في الضرائب اذا غادي يمشيو في حالهم. النقطه الاخرى في الضرائب كذلك هي وهذا هو الخطا الكبير اللي دارت الحكومه ان على عكس دول العالم كامل اللي فرضات ضرائب متصاعده على الشركات المحروقات هنا ما هضروش معاهم بالرغم من الارباح الكبيره اللي داروا ما هضروش معاهم. وعلاش نزيدوا نهضروا انا وياك خصنا نحبسوا هنا بعدا هذه كيفاش اسياد كيفاش دوله لا والله حتى بعض المرات كنبغي نناقش كيفاش زعما دوله غتفرض ضريبه على المحامون على الفقراء على المزاريط كيفاش على المحروقات وعلاش ما نفرضوش على المحروقات والعالم فرض طبعا لان حكومه ديال الارستقراطيين عندهم مجموعه المصالح ما خصهاش. لا كيفاش غندوزوها كدوله حنا كقضاه كوزراء كالشعب؟ لا انا بغيت دابا حيت هذا الشيء كاين شي حوايج تقدر دوزني في الظلمه تقدر تغرس شي حاجه وما قشعتش. دابا هذه دوله ومؤسسات وخطاب وكنعتقلوا الناس باسم هيبه الدوله واحترام القانون الدستور الاعظم وحنا استثناء وانت اللي كتحكم الفقيه اللي نتسناو بركته خاصك انت تكون مثال في الاخلاق وفي اداء الضرائب. مع الاسف ما تمش الزياده في الضريبه. وعلاش العالم كله ادى الا حنا لازم هذا سؤال اللي خص المغاربه يسالوا عليه الحكومه. كي غنديروا الحكومه اللي غلبتنا شكون اللي يتدخل؟ خص كل شيء الاحزاب السياسيه الجمعيات يجب ان ننتفض جميعا وانا كتبت واحد التدوينه حيت هادشي كنناقشوه بحال عادي زعما يجب اسقاط القانون ديال الماليه. كيفاش انت دابا انا السي عزيز دابا بغيتك زعما تزيد هذا النقاش باش دابا انت الحكومه انت خصك تكون المثال باش تشجع الناس يعطيو الضرائب. انت دخلتي في ملايير الملايير في المحروقات وما تاديش. اذا المحروقات ما تقاستش. كاينه واحد الضريبه خفيفه غتزاد على الابناك ولكن الكارثه الكبيره هي ان الطبقه المسحوقه غتزاد عليها الضريبه
كيفاش غتزاد عليها الضريبه؟ غتزاد في جوج ديال الامثله اللي غادي نعطي المثال ديال سميتو ديال المقاولين الذاتيين اللي ولات دابا منتشره في كل شيء. راه المقاول الذاتي دابا راه كاين شركات مؤسسات اعلاميه مخدمه الصحفيين كمقاولين ذاتيين. المقاول الذاتي شحال هذا كيخلص في الضريبه؟ ما بين 0.5 حتى ل 1%. دابا الا فتي 50,000 درهم في السنه مع نفس لوبيراتور كدوز من 1% ل 30%. بمعنى الصحفي مثلا، انا صحفي خدام عند حميد مهداوي كمقاول ذاتي كتعطيني 7,000 درهم للشهر، اذا فاش غادي لافان دلاني غادي كل حاجه 83,000 درهم. 50,000 درهم غادي نخلص عليها 1%، ولكن ديك الزياده غادي نخلص عليها 30%. ما كايناش، عمر ما كانت شي زياده في الضرائب من 1% ل 30%. مع العلم ان هادو راه طبقه بسيطه، شي ذاك الموتور ديال كلوفو ولا ديال دوك الشركات هذاك راه مقاول ذاتي. المثال الاخر في الضرائب مثلا، واللي تغير كان التغييرات الكبيره ديال الضريبه اللي ديطاي مثلا واحد كتلقاه استاذ وكان عنده واحد الدار كارهه ورثها على باه كارهه للناس، وشي حانوت ولا شي حاجه كيديرها. شنو شحال هذه شنو اللي كان؟ انت كاري دار كتخلص الضريبه كتهنى. دابا لا، دابا داك المدخول ديال الكرا كيتزاد على المدخول ديالك الصالير وكيولي هو الدخل العام ديالك كتخلص عليه واحد الضريبه اخرى. اذا زادت ضريبه اخرى. بالنسبه لشي وحدين مسمينهم المعلمين الغير الدائمين، دابا اللي كيعطيو لي كور ولا مثلا كيقري في مدارس حره ولا شي حاجه بحال هكا مقابل هذا، كانوا تيخلصوا شحال هذه 17% ديال الضريبه، دابا دوزوا من 30%. من 17 30. بالمقابل فاش نقول لك حكومه ديال ارستقراطيه كتهلا في راسها، لي ديفيدوند مثلا انا مساهم في شركه معينه كل سنه كناخذ الارباح، شحال هذيك تنخلص 15% ديال الضريبه على الارباح. في هذا القانون ردوها على 10%، نقصت بخمسه. هذه عمر الباترونه ما كانت تتحلم بهذا الشيء. حتى في الاوج ديالها ما كانتش كتقدر تطرحها، ما كانتش كتقدر تجي عند الحكومه وتقول لها تنقص لي من لي ديفيدوند، من الضريبه على لي ديفيدوند. هذه الحكومه دارتها. غادي ندوز للمصروف، فين غادي نصرف هذا الشيء؟ نفقات. النفقات كنجي كنلقى وزاره ديال الداخليه، الدفاع، اداره السجون والماليه كياخذوا 65% من الميزانيه العامه ديال الدوله، هما اللي كيديوها 65%. وهذاك الشيء اللي بقى هو اللي كيتصرف على الوزارات كاملين. الا دخلتي التعليم باعتبار التعليم، لان كاين داكشي ديال التعاقد دوك 20,000 والميزانيه ديال التعليم حتى هي دخلات، كتلحق 74% حتى 75% كتمشي لخمسه ديال الوزارات. اذا انت عندك عدد كبير ديال الوزارات وعندك خمسه كيديو 75%، اش يبقى الاخرين؟ عند جمعية الوحدة للفروسية وتربية الخيول من قبيلة أولاد سعيد، ومع سربة المقدم سي مختار صف حافظ قدموا على بركة الله.